يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. انا حاسه المرض الشعراوي التاني عشان حاسه ان هو وشه حلو عليا بجد. والفيديو يعني اول مره يعني يبقى فيه تفاعل فيديو انزله. وكمان مش خاطر كمان ان انا اتفائلت بيه، لا انا من عشاق ومحبين شيخ الشعراوي جدا 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 جدا. يعني بعتبره مع احترامي لكل الشيوخ اللي موجوده دلوقتي، انا بعتبر الشيخ الشعراوي ده في القمه كده، في السما بالنسبه لي كده حاجه كبيره قوي. يعني انا حتى لما بشوف التلفزيون يوم الجمعة كده ياه بحس براحة نفسية وبحس بطمانينة واحس ان الدنيا بخير واحس ان في حاجات حلوة كده، يعني احس بإيجابية كده في حياتي. ولما بشوفه في رمضان بحس رمضان ده اللي من 25 سنة لما كان ليه معاني مش دلوقتي يعني. ما فيش اي حاجة تحسس ان انت داخل عليك رمضان ولا اغاني رمضان ولا آه، اي حاجة، لا. ايام زمان ايام الشعراوي لما كان يجيلنا قبل الاذان كده ب5 دقايق وشعائر المغرب كده، وكان جو جميل وبيجوا طمطم والحاجات دي. يعني اول ما بشوفه بفتكر الزمن الجميل صراحة يعني. بس انا فرحانة جدا بيكم والله العظيم، وربنا يجازيكم كل خير ان انتوا جبرتوا بخاطري، ويا رب يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري. انا متشكرة جدا جدا ليكم. لو قعدت اشكركم من هنا للسنة الجاية والله ما يكفيش، وده بجد ان انتوا تفاعلتوا مع الفيديو وقدرتوا الكلام اللي انا قلته. انا بحبكم كلكم من غير ما اشوفكم، يا رب يديمكم في حياتي دايما يا رب. وما حاجة تفرقنا خالص ان شاء الله باذن الله ولا تزعلكم مني. فعشان ما نرغيش كتير زي اخت او اخ عزيز كده كاتب لي في الكومنت، مع ان والله ما رغيتش، انا استغربت يعني بتقول احنا انت كلمتي اكتر ما اشتغلتي. ده انا في اول فيديو كنت احط فيه يعني اول مره فيديو ما اتكلمش فيه غير دقيقتين بس، فمش عارفه ازاي يعني. واخت تانية عايزه قالت لي احنا ما استفدناش حاجه. انا عايزه اقول لها ان انا استفدت من الفيديو ده جدا في الواقع. يعني شغلي في اللي انا عملته في البطاريه دي بجد. انا من الشخصيات اللي بتحب تلم ايديها، ويعني بتحب تبقى ظهر في ظهر جوزها دايما. ويعني احنا في ايام صعبة جدا، وعايزين الست تبقى شاطرة، مش تبقى شاطرة غير بالفعل مش بالكلام بس. يعني انت عايزة تبقى شاطرة خلاص، هاتي فيديوهات شوف الناس بتعمل ايه توفر في بيتها وتبقى وازاي توزن امورها، ويعني تتلائم مع الجو الاقتصادي بتاع اليومين دول. بجد لازم تحط ايدك في ايد ابو بلادك، لان مش هينفع لوحده المركب يعني. اللي فيها رئيسين بتغرق ده لما يكونوا رأيين، انا مع المركب عشان يبقى ده رأي وده رأي. لكن البيت محتاج عامل زي الميزان، محتاج كفتين، انت وهو توزنوا الامور. ما ينفعش هو لوحده ولا انت لوحده. هو بيطلع يشقى ويشتغل وانت جوه بتاخدي القرش دوت تحطيه في مكانه الصح. في ستات كتير ما بتحطوش في مكانه الصح خالص، ويعني ما تش عامله حساب ان جوزها القرش اللي جابه ده ممكن لا قدر الله يتعب يومين تلاتة في البيت، مش هتلاقي. فعايزه اقولك لا ما ينفعش كده. حاولي يعني شوفي انا عامله ازاي. يعني انا بقيت يعني زي ما اسمها نقاشه ونجاره وكل حاجه علشان الم القرش، عشان الدنيا بقت صعبه، وعشان اعيش بيتي في هدوء وفي سكينه. ما هو انت لو ما لمتيش قرش هتقولوا هات هقولك معيش، هتطرحي لما تطلع المشاكل هيحصل يعني حاجات كتير وحشه ربنا يعافيكي ويعافينا. فليه على ايه يعني؟ هو مش بايده، الدنيا صعبه على كله، على اللي معاه وعلى اللي معهوش. فانت زيلي الحمل ده بانك تشيليه معاه وتحسي بيه. ازاي بقى؟ ان انت ترشدي استهلاكك في حاجات كتير. الحاجة اللي كنت بتجيبيها النهاردة كل يوم هنعملها كل يوم ويوم، الكمية تقل في الكمية. في حاجات مش محتاجينها كنا بنجيبها كده عشان يعني الحمد لله ربنا فتحها علينا وكده ومتناقشين. ممكن نسقطها من الميزانية بتاعتنا. بصوا بلاش خلينا بلاش الكماليات وخلينا في الأساسيات، دي أهم حاجة. والله دي كلمة أنا يعني أنا بقوله الكلام ده برضو عشان اللي بتقولي احنا ما استفدناش معلومة، أنا بقوله ده كله معلومات والله، او بمعنى اصح نصايح مش معلومات، نصايح.
كأنا عن خبرتي انا معايا اسم الله ربنا يخليه عبد الرحمن يعني. انا ما بحبش اقول يعني انا في العهد الرابع من العمر، يعني انا اول مره اقول لحد الكلام ده. يعني السن ده وابني اسم الله ربنا يخلي يعني يعتبر خريج جامعه، فالخبره دي ما كانتش من فراغ يعني. فانا بديكي خبره لقدام، انا ما حدش اداني الخبره دي، انا خدتها من نفسي اكتسبتها. كنت بشوف المشاكل حواليا بين الزوج والزوجه عن المصروف وعن الاكل وعن اللبس وعن فانا خدتها على نفسي ان انا ما اعملش مشاكل دي خالص. انا هاخد مصروف اللي انا عارفه انا وجوزي مقدرته قد ايه، فمش هخليه يعني يدب الارض يطلع لي فلوس، او يدب يعني الحيطه يطلع لي فلوس. لا، انا حرام رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، وخصوصا لما يكون امرئ ده ابو ولادي. فانا لو رحمته ربنا يرحمني ويبارك لي في ولادي. الشغل اللي انا بعمله ده ممكن ما اعملوش، الحاجه اللي شايفينها دي كلها الاستاذه بتقولي انت نظفتي عش، احنا استفدنا ايه؟ انا نفسي اربي عشان اوفر قرش في بيتي، تمام. انا مريض عظم، تمام. عنده خشونه درجه ثالثه في رجليا، عنده خشونه في العمود الفقري، عندي غضروف فين. طلع عليا خشونه اليومين دول في رقبتي. عندي شوكه عظميه، اقسم بالله كل ده عندي نقص فيتامين د. يعني الحاجات دي كلها عندي، وشوفوني عاملين زي عامله زي النحله ازاي. ما بونش ليه؟ باجي على صحتي عشان انا اعمل ايه؟ ما هو جوزي بره برضه عمال بيجري ليل ونهار، هيعمل ايه؟ والقرش المية ما بقتش لها قيمه، والالف ما بقاش ليه قيمه، والخمسه ما بقوش لهم قيمه في الزمن ده. وغصب عننا لازم نشتغل، يعني مش هروح نمد ايدينا للناس. تعبت في بيتي انا، ما تلاقي يعني اشتغلت بره وعملت شغل حر بره. بس لقيت ايه الشغل الحر اللي بره للست، يعني انا اشتغلته على كبر شويه، يعني الكلام ده من 8 سنين. كان ابني في ثانويه عامه والتاني في ثالثه اعدادي. فانا فضلت ان انا اقعد مع اولادي عشان ايه يجيبوا مجاميع وقفلت الشغل. طبعا القرش في ايدي يعني خلاص ايدي نشفت من القرش وكده. وبقى العمليه بقت يعني الاول كنت بيبقى معايا مبلغ كده ومعايا، وعندي مثلا محل كنت عاملاه ملابس، كنت بدل ما بقى اشتري من بره كان من عندي. يعني كانت الدنيا مرفعه معايا شويه، فطبعا لما قفلته يعني الدنيا ضاقت معايا خالص. فطب اعمل ايه؟ قلت افكر اعمل مشروع الدواجن ده. عايزه اقول لكم انا عملته من 5 سنين ما شاء الله، كنت بجيب دورة واتنين وتلاتة ونجحوا. الدورة دي بالذات اللي جبت فيها الفيديو اللي هو توفي، اللي وريتكم فيه الفراخ اللي ماتت والكلام ده كله مات. بس انا كان يعني انا كان العيب فيا ان انا ايه، انا كنت تعبانه مش قادره كل شويه انضف صراحه، زي ما قلت لكم انا تعبانه ومريضه عظم، مش قادره كل شويه انضف. ف وتقعد توطي وتحكي في الارض يعني مجهود جبار مش سهل. ممكن اقعد على 3 ايام نايمه في الفرشه. والحكايه دي بقى عايزه يعني 3 ايام نايمه في فرشه، تكون الفراخ ايه عملت وضع تاني بالمنظر ده تاني، وتروحي تنضفي. يعني هنضف وهنام في الفرشه 3 ايام. فقلت لا، فحصل لي مشاكل الدوره واللي مات واللي حجمهم يثبت على كيلو الا ربع ولا كيلو وربع، واقصى كان حجمك كان كيلو ونص، وبعد 45 يوم. مع اني ما قصرتش، دخلت على فيديوهات يوتيوب كتيره جدا، وجبت التوابل اللي عملوها والبصل والثوم والحاجات اللي دي كلها عملتها، ما فيش حاجه ما عملتهاش. و والنشاره بس كان مشكلتي بقى النظافه، ان انا مش هينفع انضف انا كل شويه، كنت بحط بقى الجير. فانا عشان اتجنب ده كله وفي نفس الوقت عايزه اربي فدخلت بقى كده وبحثت كده ازاي اربي من غير ما اعمل كده في اوضه ولا حاجه. لقيت موضوع ايه موضوع البطاريه دي عجبني الفكره جدا. وعايزه اقول لكم اللي قال لي عليها والله اقسم بالله اختي، يعني اختي بس ما شاء الله اصغر مني، ربنا يحميها يا رب ويحفظها ويشفيها يا رب، عشان تعبانه اليومين دول، ربنا يشفيها يا رب، ام احمد. فقالت لي على موضوع البطاريه ده، عجبني صراحه. فدخلت بقى منها هي المعلومه وايه، ودخلت بقى عملت ايه بحث كده على اليوتيوب الكلام ده كله، ولقيت ايه البطاريه شكلها، شفت شكلها وعجبتني. وكلمت في التليفون عشان في ناس قالوا اللي عايز وكده، حطوا رقم على التعليقات. فروحت انا اتصلت وكده، لقيت البطاريه معديه. لو انا هعمل بطاريه بس صغيره هتخش لي في 2000 جنيه. فيعني ما الكلام ده بقى، انت الكلام ده من ايه، من سنه تقريبا كمان. فقلت خلاص انا مش هربي تاني. بس الدنيا غلا ومحتاجه، يعني انت شوفي بتجيبي الفرخه بكام، انت هتوفري على الاقل في الفرخه 30-40 جنيه لو ربيتي في البيت. يعني في ناس بتفكر انت هتوفري الفرخه 10 جنيه ولا لا، احسبي 3 كيلو الفرخه بتاخد لها 3 كيلو علف. شوفي 3 كيلو علف بكام،
وشوف الفرخه كتكوت هتجيبي كام، انت هتوفري، انت بتجيبي الفرخه دلوقتي كام يعني؟ ب170 جنيه، انت هتوفري 30-40 جنيه على الاقل. فدي مش قليله. يكفي ان وكمان فرخه طالعه من ايديكي انت، لا مدياها حقن ولا مدياها اي حاجه، ولا اللي احنا بنسمع عليه ده بيعملوه في المزارع. حاجه نظيفه، هتاكلوا حاجه نظيفه. فحبيت انا وكمان عايزه اوفر وعايزه اكل حاجه نظيفه. فقلت ايه، سبحان الله، يعني هو ربنا الحمد والشكر اليك يا رب. انا عايزه اقول لكم العيش دي عندي بقالها تقريبا بتاع سنين ركناها، عشان مش محتاجينها في حاجه، كان فيها حمام وشيلنا الحمام فيها، فمش محتاجينه في حاجه. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد، لقيت العشه دي سبحان الله ربنا، مع انها بقول كام بقالها كام سنه، راح ربنا هيئ ليا الفكره، قال لي ما تعمليها عشه. يعني انا بصوا رب سبحان الله، وربنا شوف وقت ما بقالها كام سنه، بس ربنا ما ارادش ان الفكره تخش غير الوقت ده، وكل حاجه برات ربنا وبوقت اللي ربنا يأذنه، وبكل حاجه يعني ربنا محددها بالساعه وبالثانيه. فراح حدد لي الوقت ده الفكره تيجي في دماغي ان انا ايه، اعملها عشه، لاني يعني انسانه عايزه تعمل حاجه وعاجزه بمرضها، وعاجزه بحاجات كتير. فاداني الفكره دي العشه، رحت طالعه صراحه، هي كانت 4 ارفف زي ما قلت لكم في الفيديو التاني. فمنفعش، فروحت عاملاها بقى رفين، وطبعا وشفتوها عملت لها رفين، وبقت مساحتها تقريبا 80 سنتي. بقت جميله جدا زي ما شفتوا في اول فيديو. دهنتها وظبطتها. انا بصوا انا بكلمكم وانتوا بتتفرجوا، يعني انا اللي بتقول ما بدينيش معلومه، لا بالعكس. انا كان ممكن اجي كده واقعد على كرسي واحط رجلي على رجلي كده واثبت الكاميرا عليا واتكلم واقول الكلمتين دول من غير الوجع القلب اللي شايفينه ده كله والعذاب ده كله. وربنا لو رايده الفيديو يبقى فيه رزق، يبقى فيه رزق سواء كده او كده. بس انا حابه تستفيدوا تاخدوا باور بالشغل اللي انا بعمله ده. انا نفسي كنت بيجي عليا ايام انا ببقى قاعده تحت البطانيه وكسلانه وخملانه كده ومش عايزه اعمل حاجه وحواليا مثلا الشقه هتتنضف والبيت عاوز شغل والكلام ده كله، ببقى مكسله ومطنشه. لما بشوف فيديو لاي اخت من المحترمات على اليوتيوب وعامله روتين، انا بتحفز وصراحه بتديني باور فعلا. فانا يكفي ان انا يعني ايه دخلت جواك التحفيز والباور ده، دي حاجه يعني كفايه لوحدها. ان انا قمتك من على السرير وعملت شغلك، وبعدها لما تخلص شغلك هتقولي ياه ده انا، هتلاقي نفسك ارتحت نفسيا بان الشغل اللي عملتيه ده لقيتي اكن حمل كان على ظهرك والشال، يعني ارتحت نفسيا، بيتك بقى جميل ونظيف وحلو، وانت كنت قاعده مكسله. فمين اللي راجع له الكلام ده كله؟ الفيديو اللي شفتيه اللي هو اداكي باور واداكي إيه طاقه كده. فما هو انا بصوا في حاجه انا عندي، انا بغير بس غيره الحمد لله وشكر لله، لا حقد ولا حسد سبحان الله. انا بغير من ايام الدراسه، وانا كنت بغير من صاحبتي لو هي اشطر مني، كنت اروح البيت لازم اكون انا اشطر منها، بس لا حقد، من غير حقد ولا اي حسد، بغير النجاح بس لا اكثر ولا اقل، من غير ضرر. عايزه اقول لكم الحته اللي شفتوها من شويه انا شايلاها يعني معديه تقريبا داخله على 100 كيلو. شلتها، انا بقول لكم عندي غضروفين وشلتها. كنت حاطه البوتاجاز بره، طلع ونازله على السلم صراحه، فرحت قلت لا اوسع الحته دي كده، ورحت جبتها هنا وظبطت الدنيا عشان يبقى شغلي كله هنا. والشغل شفتوه طبعا، كنست السطح كله ونضف السطح كله. المساحه بتاعت الفيديو ما استحملش على فكره، انا مسكت جبت الجردل بميه وكلور وغرقت السطح كله، الاوضه اللي بتاعت العشه والاوضه اللي فيه 3 اوض في الشقه غرقتهم كلهم، ونضفت السلم ده. يعني ده شغل جبار، شغل جبار. وابقى انا مش عامله الشغل ده عشان خاطر انزله فيديو وانتوا تشوفوه، لا الشغل ده كده انا بعمله، ده بيتي، والحاجه اللي بعملها دي راجعه لي انا في الاخر قبل ما ترجع للمشاهد. يعني النظافه والحاجات دي كلها بترجع لي انا وبترجع لي لبيتي، ام ترجع للمشاهد. فانا ما بعملش ده عشان خاطر اصور، انا عملته 1000 مره فصورته مره، بس صورته 1000 مرة دي عشان خاطر يعني تشوفوا حياة زوجة مصرية شاطرة بتجري على بيتها. مش من النوع اللي قاعده مستنيه قرش يجي لحد عندها، لو ما جالي لحد عندها انا ماليش دعوه، انا مسؤوله ان انت تجيب لي اكل وشرب، مسؤوله انك تلبسني انا وعيالي، انا مسؤوله ان انت تعيشنا احسن عيشه، انت اتجوزتني وقلت لو هي هحطها في عينيا، ماشي وماله، مفيش مشكله. بس احنا في فجوه اسعار رهيبه، وعلى العالم كله فجوه صعبه جدا. في فرق بين من سنه لدلوقتي، الحاجه زادت 300%. هو بايده ايه؟ هو برضو بني ادم وليه طاقه وليها حدود، هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجه ويتعايش لوحده، ايد لوحدها ما تسقفش، انت ايديك تانية لازم تساعديه.
انا كشخصيه اتعودت في بيت اهلي من وانا قبل ما اتجوز ان انا انسانه مسؤوله على، مش مسؤوله من. لا، ما اعتمدتش ان اكون مسؤوله منه بس، لا اعتمدت ان اكون مسؤوله على. عودوني على كده. كان انا بنت ومعايا اخوات ولاد وكل حاجه، بس انا كنت دايما احب اجري، ادفع كهرباء، ادفع الميه، ادفع الغاز، ادفع مش عارفه ايه. عندي مشكله كنت انا بحب اجري قوي، احب احل مشاكل قوي بتاعت في اسره لما كنت في بيت اهلي. انا بطبعي كده، الحمد والشكر ليك يا رب. يعني مش الشخصيات دي، مش الشاطر اللي ايه قاعده مستنيه ايه كل حاجه تحل حواليها. طب وانا فين؟ وانا مش بني ادم؟ ربنا مديني عقل وايدين ورجلين والحمد لله، نعم ربنا عندي كتيره. هو ربنا مديها لي عشان خاطر اقعد بيها؟ طب ليه ده؟ ما هي دي لازم ازكي عليها بالحركه، لازم ازكي عليها بان انا اعمل خطوه ايجابيه. انا ما برغيش يا جماعه عشان محدش ما زعلش من حد، بجد انا ما برغيش. وانا الاعمال بالنيات، ودي حاجه ربنا يحاسبني عليها. وانا مش زعلانه من الكلام، مش هزعل من الكلام على فكره. اتقال لي انا واثقه فانا بعمل ايه، وعارفه ان انا كلامي ده هيوصل للناس صح. اما اللي شايفني برغي او شايفني مش الفيديو مش محتوى، دي الناس بقى اللي مش محتاجه يا جماعه، مش فارق معاها ال10 وال20 وال100 جنيه. دي الناس اللي مستنيه حد يجيب لها وهي قاعده بصراحه بقى. اما الناس الشقيانه اللي تعبانه، هي الستات اللي هي بيطلع عينيها عشان تجيب الجنيه وتساعد جوزها وتربي فراخ وتربي بط وتربي حمام وتروح تبيع في الاسواق والكلام ده كله، هيفرق معاها الفيديو بتاعي وتبقى فاهماني وتبقى متجاوبه معايا وهتحب فيديوهات والكلام ده كله. في منها كتير جدا، الناس دي كتير جدا جدا جدا. انا احسن من غيري كتير والحمد لله وشكر لله الف مليون مره. يعني انا هو بقول لك اعوذ بالله من كلمه انا، بس ما اعرفش دي الكلمه صح ولا غلط، بس انا مش قصدي اقولها كتير بقى. هي تيجي كده معايا. هي بحب اشتغل. انا بحب اشتغل، ببقى تعبانه وبحب اشتغل، تعبانه ومريضه ومفروض يعني ارتاح وبحب اشتغل. انا عندي ابن في 5 ابتدائي يعني مطينا عيشتي بسبب المنهج بتاعه 8 مواد. كل ما يجي يكتب واجب ماما عاوزه 8 مواد يبقوا في مخ ماما. فده اللي بيأخرنا عليكم برضه في الفيديوهات. يعني نفسي انزل لكم فيديو كل يوم، بس انا مش من الناس اللي تيجي على بيتها عشان تعمل فيديوهات. والا يا كنت من زمان نجحت من زمان. لا، انا عندي ابني في 5 ابتدائي، عايزه اركز معاه. رحت دارسه، جيت دارسه، كتبت واجبك، طب سمع لي، طب هات، طب اعمل لي. وبغير هو كمان انا للاسف خليته يعتمد عليا كتير. هو اخر واحد يعني، اخر عن قوله كده. ف يعني غلطه مني ان انا خليته يعتمد عليا، او ما صح انا كنت حابه ان انا ابشر كل حاجه بنفسي. فدي كانت غلط عليا يعني، لان لحد الان ال8 مواد فاكرهم متبرمجين في دماغي. بيسالني سؤال ده صح ده غلط، طب اعمله ازاي؟ بيجي لي المطبخ. انا مره كنت بعمل شاي فبيسالني، قلت له انا خايفه تطلع من الكنكه، صراحه انا خايفه تطلع لي من الكنكه. فده بيخش لي يقعد لي على الرخامه في المطبخ ويكتب الواجب ويسالني طب سؤال، طب هجاوب لك، ده طلع صح. قلت له حرام عليك، ال8 مواد مش في دماغ، ده وزير التربيه والتعليم مش هيحفظ ال8 مواد. انت فاكر ان انا ال8 ماما دي ايه يعني موسوعه؟ فانا عندي ابن، وعندي ربنا يخلي يعني واحد في الجيش، يا رب يرجعه لي بالف خير يا رب والف سلامه. ده واخد عقلي وقلبي معاه برضه وفكري معاه. وعندي اخوك، وعندي ابني الكبير اخر سنه في البكالوريوس. هو المفروض كان خلص السنه اللي فاتت، بس يعني زي ما بيقولوا العين فرد الحجر. مجرد ما نتيجه الثانويه عامه طلعت وجاب مجموع الحمد لله كبير وكده. عايزه اقول لك جاله يعني، عايزه اقول لكم بجد يعني احفظوا ولادكم دايما يعني بالقران. انا كنتش اقتنع بالعين، انا اقتنعت بالعين مع ابني ده بجد. وكانت اول يعني حاسه لينا من العين بامانه يعني. والله ما كنت مقتنع بيها خالص، كنت اقول اسمع حسد وعين، بس ما كنتش اقتنع ان هي تعمل حاجه. لا انا ان صابت ابني 11 شهر من بعد ما ظهر نتيجة ثانوية عامة. يعني جاله عرق في رجليه كده من بعد المغرب لحد الفجر، ما بألم رهيب. فينا دكاترة وهنا وهنا وهنا، ما فيش حد لا تفسير لا جرح ولا شرح ولا اي حاجة في اي حاجة. مبقناش فاهمين. ودكاترة من نوع، في دكاترة يعني ربنا يعني يهديهم كده على نفسهم، كان يرعبوك ويخوفوك كده، يقولك ايه ده يعني انت ساكتة ازاي؟ ساكتة ايه يا دكتور؟ والله لفينا. ويهموك اكتر وجعه يعني قلبك. وتعملي اشاعات، ما فيش اي حاجة، مفيش اي حاجة خالص. لحد ما شيخ ابن حلال محترم كده كويس، ربنا سخره لينا. يعني قلبي عين والحمد والشكر اليك يا رب. يعني الحمد والشكر اليك يا رب. يعني الحمد لله.
فطبعا اعتذر في السنة دي، ويعني عشان كده اتأخر سنة. عايزة اقول لكم زي ما الفيديو ده بجد يعني بجد يعني انا شايفة انتوا ان شاء الله باذن الله يعجبكم والله. بس سامحوني والله، انا مش بتكلم ومش برغي كتير ولا حاجة ك ك ككلام كده وعلى الفاضي او على الهوا، لا. الكلام اللي بقوله كله يعني كلام موزون الحمد لله، وكلام له حكمته. ويعني انا بنصح كل زوجة، بنصحها عشان انا مش عايزة مشاكل في بيتها، مش عايزاها يتخرب بيتها، مش عايزاها في ساعة غضب هي وجوزها يحصل اي انفصال، تشرد عيالها تشرد بيتها. فما حدش يقول لي طب ايه اللي جاب الفيديو، لا، ما انا مش هقول لكم بصوا انا بكنس السلم وكنس 9 سلالم وشلت دي طلعتها فوق وشلت بوتاجاز، كده كده انتوا عينيكوا شايفه كل ده. فحبيت استغل يعني اضرب عصفور بحجر، انتوا بتشوفوا روتين تاخدوا منه باور، وفي نفس الوقت اديكوا نصيحه لوجه الله ربنا يحاسبني عليها يوم من الايام. انا بعتبر كل ست دي اختي، بنتي اللي انا ما جبتهاش، بعتبرها يعني حاجه انا هتحاسب عليها لو انا عملت حاجه صح، وما اقولهاش ما اقولش ليها يعني عليها تعملها، عن خبرتي وعن يعني انا شفت في دنيتي ان انا لازم انصحها النصيحة. عشان بجد انا لقيت اليومين دول نسبة الطلاق ونسبة الخراب البيوت ونسبة تشرد الولاد الاطفال، حرام حرام. مش عشان خاطر الاكل والشرب واللبس يا جماعة ننفصل ونشرد عيالنا، بجد مش هينفع. بصوا انا باب عيشة الفراخ دي ما فيهاش باب، فطبعا مش هروح اشتري باب بقى، فانا عايزة اوفر اطلع انتاج وبعدين ابقى اشتري باب. فلقيت عندي مشمع قديم، رحت حطاه، ظبط الدنيا بقى زي الفل، وكمان هيدفي كمان الفراخ. إيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان نظفت السطح كله، ونظفت السلم ونظفت يعني، وبقول لكم غرقتها ميه بكلور والله. عايزه اقول لكم مخليها بقت بصي معقمه اكنها غرفه عنايه مركزه. انا ما شاء الله شاطره في الفراخ البلدي، شاطره في الحمام، لكن في الفراخ البيضة هبقى محتاجاكم معايا جدا. انا الدورات اللي هي السليمه بس الدوره الاخيره دي ما ظبطتش، مع اني كنت ماشيه يوم بيوم مع ناس كتير قالوا دوراتنا طلعت زي الفل. بس هو ربنا في الاول وفي الاخر ليه حكمه، ليه حكمه وليه قضاءه، هو ربنا يرايد كده. مع ان عايزه اقول لكم سر بقى، اقسم بالله انا كل ما بجيب دوره يعني الدورات اللي الدوره اللي دي هما دورتين باظوا مني تعبوا مني، اقسم بالله سبحان الله يعني. وانا بجيبهم طلعت حاجه لله، وفي نفس الوقت رحت قلت يا رب انا هطلع منهم يعني حددت عدد معين كده في دماغي ان انا هطلعهم لله. فممكن يكون ربنا مش رايد ان انا اطلع، مش يعني فربنا يعني انا مش معقول بص شوف تقول له يعني ده ازاي بقى قلت كده والفراخ، لا هو ربنا مش رايد، مش رايد، مش رايد ان انا مثلا اعمل اطلع منهم حاجه، او يمكن هو يعني ده حقي انا وانت بتدي يعني ما اعرفش، مش عارفه. انا استغربت ازاي يا رب انا طلعت المبلغ ده لله بنية الفراخ ربنا يحفظها لي، ونويت ان انا اطلع منها يعني بنسبة ان انا اديها الناس، مش عارفة ربنا مش راضي ان انا ادي او مثلا ده تعبي فما حبش ان هو يبقى دوت يطلع، مش عارفة والله حد يفيدني. مش شفت المشمع انا عملته اكن بابي يعني، انا كانت مشكلة بقى صراحة مش هنلاقي باب يا ربي والفراخ بتطير والكلام ده كله، فلقيت المشمع ده قدامي وراح ما عملته. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، انا مش هعرف اعمل روتينات كتير لان انا كصحيا الروتينات دي بتاخد مجهود جبار. انا كده الشغل اللي شفتوه ده كله ممكن اعمله كل اسبوع او 10 ايام، لكن تنظيف العشه وتنظيف السطح كام ده كله وتكنيس السلام دي كلها لا، ممكن كل يومين 3 اقعد اكنس يعني انا انضف. لكن تنظيف العميق ده ممكن كل 10 ايام اسبوعين، اللي هي الهده دي مش عشان اصور برضو مش سهله يعني، انا ما حدش بيصور لي، انا بصور بجيب الستاند واحطه واصور لنفسي، فمش هجند حد ان انا اقول له سيب مذاكرتك وتعالى صور لي، لا صراحه انا اهم حاجه دراستهم ومستقبلهم. فانا الحاجه دي انا راجعه لي انا، فانا استحملها من اولها لاخرها، فما افرضش على حد تعالوا صوروا لي، لا. دي بقى العشه بقى بصوا خدتها عروسه ما شاء الله. دي انا صورتها لكم بالنهار، هي كان التاخير فيها هي صراحه ما كنتش لسه عملت الكهرباء دهنتها وظبطتها وكل حاجه، بس ناقص لها كهرباء.
بصوا شايفين جميل ازاي، ولا بطاريه ولا 2000 جنيه، ما جبناش حاجه خالص. هم صراحه اللي كلفتهم من 5 متر سلك اللي جابهم لي امبارح ب50 جنيه. 5 متر، لا 10 متر، احتجت 10 متر عشان اظبط سطح كله. هي احتاجت 5 متر وخدت 5 حاجات تانية، يعني 50 جنيه كل اللي كلفتها على بعضها. واقول لهم ده عندي من الدورات القديمه وكل حاجه عندي من الدورات القديمه. يعني شوفوا كنت هشتري بطاريه ب4 5 آلاف جنيه، لا. بصوا صورتها لكم بالنهار وصورتها لكم بالليل، ومش هحط نشاره ولا احط، حتى مش هشتري نشاره. شفتوا يعني انا هوفر من كله باذن الله. بس محتاجه تقفوا معايا في التربيه دي، الدوره دي. انا خبرتي في الفراخ البيضاء مش قد كده. انا زي ما قلت لكم فراخ بلدي فراخ بلدي وحمام زي الفل ما شاء الله فيهم. الحمد وشكر ليك يا رب، اللهم بارك ما شاء الله. اما الفراخ دي صراحه عقدتها في حياتي، فانا نفسي برضو ما بقاش حاسه ان في حاجه عاجزه فيها، لا اقفوا معايا بقى.